كده اقول لك انا جنبك لحد ما تكمل وتقف على رجلك، وفجأة مثلا انت مثلا جيت عند ال 50% او جيت عند العمليه المهمه اللي المفروض هتدفع فيها مبالغ، اقول لك معلش انا مش هقدر اعمل حاجه تاني، مع انك انت يعني ريحتني نفسيا، وعشان العلاج ده اصلا 75% منه نفسيا. طبعا. فجأة كله بعد كله. مفيش ولا واحد دلوقتي من الناس اللي وعدوا واقف جنبك؟ ما فيش الا ربنا. الجرعات ساعات ممكن الاقي مره ادفع، وممكن اجي ممكن مثلا في جرعه الاقي نفسي بعت حاجه من البيت عشان اكمل الفلوس. يعني انا دلوقتي انا متجوز ومخلف، عندي طفلين والله الله العظيم، ومطلوب مني ايجار، اكل شرب حضانه. تخيل بقى ان انت مثلا وما بتعرفش تشتغل ومطلوب منك ده كله، انت لو مكانها هتعمل ايه؟ انت ما ينفعش تشتغل اي حاجه خالص؟ انا باخد الجلسه اصلا تبقى تعبان طبعا، اللي هو انت بتفضل اسبوع. انا القعده دي تعبانه دلوقتي اصلا. والله. ربنا يشفيك ويعافيك يعني ويقومك بألف سلامة بإذن الله واحد أحد يعني. بس ربك موجود وربك بيكرم، وأكيد في ناس كتير جدا هتساعدك في مرحلة أو في مراحل العلاج بتاعتك بإذن الله واحد أحد يعني. هل في رسالة معينة عايز توجهها لحد بعينه؟ اقول ايه مثلا الناس اللي باعتني في نص طريق؟ يعني ايه باعوك في نص؟ مين باعك في نص الطريق؟ ما هو انا لما اقول لك انا جنبك وبعدين ما تلاقوش. لا، لما اقول لك مثلا ايه، اجيبك كده اقول لك انا جنبك لحد ما تكمل وتقف على رجلك، وفجأة مثلا انت مثلا جيت عند ال 50% او جيت عند العمليه المهمه اللي المفروض هتدفع فيها مبالغ، اقول لك معلش انا مش هقدر اعمل حاجه تاني، مع انك انت يعني ريحتني نفسيا، وعشان العلاج ده اصلا 75% منه نفسيا. طبعا. فجأة كله باعني كله. مفيش ولا واحد دلوقتي من الناس اللي وعدوا واقف جنبك؟ مفيش الا ربنا. مفيش ولا واحد من نادي الزمالك بيكلمك اساسا؟ انا ما خدتش جنيه من نادي الزمالك. ما خدتش جنيه من نادي الزمالك؟ اقسم بدين الله ما في جنيه طلع من النادي، مع اني سمعت كلام كتير جدا من بعض زمايل ليا، اصل اللعيبه اتكلموا مع بعض وهيطلعوا لك حاجه، اصل مش عارفه ايه، ما فيش حد فيهم قال لي حتى الف سلام عليك. طب ما اللعيبه حتى اللي هم لما قالوا احنا هنلم مثلا ونساعد انا وصل لي كلمه قبل ماتش قبل اول ماتش في الكونفدراليه، قالوا لي اللعيبه زيزو اتكلم، انا سمعت مش قال زيزو في اوضه اللبس، قال بعد ما يسافروا الماتش بعد ما يرجعوا لازم نعمل حاجه لابراهيم شيكا وبتاع. رجعوا الماتش كنت منتظر على امل ان هو هيجي لي تليفون وتعالى هنقف جنبك او فيش. مين اللي قال لك ان زيزو قال كده في اوضه اللبس؟ حد يعني مقرب من اللعيبه هناك، حد كان موجود في الاوضه يعني قريب من زيزو، قال زيزو فتح الكلام على كلام، ما سمعتش حاجه، انا اللي وصل لي ان زيزو اتكلم مع اللعيبه وقال لهم نقف جنبه لما نرجع من الماتش، ورجعوا من السفر وسافروا ماتش تاني وتالت ومفيش حد تواصل. عايز تقول ان الناس نسيت يعني دي صورتك انت ومصطفى محمد؟ مفيش تواصل خالص ما بينكم؟ مفيش حاجه خالص. هي دي